يا صباح الخير. في مؤتمر صحفي ترامب بيعلن قدومه إلى القاهرة لحضور توقيع الاتفاق على السلام ما بين الكيان وحركة حماس في القاهرة. والحقيقة ده إعلان يخلينا كمصريين نشعر بالثقة أكتر. مش هقدر أقول بالفخر قوي، لأن الحقيقة كان المفروض أدائنا يبقى أحسن من كده بكتير. أدائنا كان متوازن، معقول. حاولنا بقدر الإمكان نحمي مصالحنا، وكمان نحمي القضية الفلسطينية وما نحولهاش لرماد أو وهم. ولكن ده كان على حساب إخواتنا الفلسطينيين اللي عايشين في غزة. وكان القهر اللي حصل لهم والشعور بالخذلان من كل الناس صعب. ولكن سياسيا ما اعتقدش ان كان في الامكان احسن مما كان. ترامب بيجي القاهرة بعد ما رفض السيسي يروح امريكا، وترامب بيجي القاهرة رغم الاحباط الشديد اللي بيشعر بيه ترامب بعد فوز ماريا كورينا ماتشادو الفنزويلية بجائزة نوبل للسلام. ماريا فازت بجائزة نوبل للسلام وهي في أحد المخابئ، لأنها مطاردة من الحكومة الفنزويلية، لأنها من الناس المعارضين بشدة. وماريا رغم إن هي دخلت شبه البرلمان الفنزويلي، إلا أنها تلاحقت بعد كده وخرجوها منه بسبب معارضتها الشديدة. وماريا رغم ان هي ملهاش دور حكومي او حتى حزبي واضح، لانها طول الوقت ملاحقة، الا ان الناس في فنزويلا بيعتبروها واحدة من ايقونة الحرية والمساواة والعمل المعارض الجاد لحقوق الانسان. والغريب والعجيب ان ماريا مواليد 7 اكتوبر 67. والحقيقة أنا لما قريت التاريخ اندهشت إن ماريا مواليد 7 أكتوبر، بينما العالم كله بيحتفي بهذا السلام المشوه. لأن الحقيقة الدمار والإبادة اللي عملوها الكيان لازم تحاسب بشدة، سواء من دول المنطقة أو من دول العالم بالكافة. انما هنشوف ايه اللي هيحصل. والحقيقه ان الاتفاق، وان كنت انا شايف ان في فخ، الا انه مفيش حل تاني. لان قصه ان حوالي 55% من الاراضي هيفضل مسيطر عليها الجيش الكيان، ده موضوع فيه كلام يعني. انما خلينا دلوقتي على الاقل نوصل للمرحله اللي هم وصلونا فيها، ان احنا نقدر بس نساعد الناس اللي جوه دي، اللي يعني بقالها سنتين متدمره. ولان هيجي ترامب وهيسقفوا له الناس كالعاده، ونقعد كل واحد يحكي عن اساطيره. وزي ما قال الاستاذ نبيل عمرو الدبلوماسي الفلسطيني المعروف، احنا في زمن النصر لمن يدعيه وليس لمن يحققه. عشان كده هنلاقي ان شفنا ادعاءات نصر كتيره في الفتره اللي فاتت، احنا عملنا واحنا سوينا واحنا ضربنا، وكل دوت تمثيليات تافهه من ناس عايزة تسيطر على الناس وبس، وتسيطر على الموارد، وتسيطر على المناطق وعلى الشرايين الملاحية في العالم. هي دي الحرب. انما اللي هيحصل اللي جاي ان شاء الله خير. ولكن في قطعة كبيرة ومهمة من الوطن العربي للأسف راحت. ترامب هيجي وهيوقع، وهنشوف، هيروح يتصور مع الناس في اسرائيل، وهنشوف، وهيدعي النصر تاني، وهنسقف له تاني للاسف. ولو ما قدرناش نتجمع كأمة عربية كتلة واحدة بجد بنية خالصة، الحقيقة ان احنا هنفضل كده كل يوم يضيع مننا حتة، كل يوم يضيع مننا واحد. اشكركم على المتابعة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك تيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.